فيديو النهارده من الفيديوهات بالنسبة لي مميز جدا. النهارده هخليكم تنسوا أي طريقة جربتوها للتوست الأسمر أو توست ريتش بيك. بعد الفيديو ده هتعرفوا إزاي تحولوا الدقيق الأسمر البلدي للقمة هشة كلها هوا بطريقة عجن معينة، كمان تخمير مظبوط. هتطلعي لقمة هشة صحية تنفع للدايت أو لنظام الطيبات اللي ناس كتيرة قوي اتبعته الفترة الأخيرة بدون محسنات ولا مواد حافظة. هيبقى إن شاء الله أحلى من الجاهز وصحي كمان. لايك وشير للفيديو، يلا بينا نبدأ في الطريقة على طول. في طبق عميق هنزل بكوباية من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية حوالي 12 جرام، وممكن نستعمل خميرة بيرة. هضيف على المية والخميرة معلقة كبيرة من العسل الأبيض، أو ممكن نستعمل معلقة من العسل الأسود. نقلب الخميرة مع العسل والمية الدافية لحد ما الخميرة تدوب تماما. يعني الخطوة دي أنا بنشط وبفعل الخميرة. هسيب الخميرة تفور أو تتفاعل كده مع المية وأتأكد إنها ناجحة وشغالة. في الأثناء دي هيكون عندي نص كيلو من دقيق الحبة الكاملة أو الدقيق الأسمر، أو كمان بنسميه الدقيق البلدي. الدقيق ده مش بيتنخل بقى ولا أي حاجة، بنستعمله زي ما هو موجود دلوقتي عند العطارين وموجود بكثرة، يعني انتشر. كيلو منه بيعمل 25 جنيه، وفي منه كمان معلب جاهز. على الدقيق هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. بعد ما سبت الخميرة تتفاعل حوالي 10 دقايق كده، لقيتها عملت فقاعات واتأكدت انها سليمة وشغالة. هنزل على المية والخميرة ب3 معالق كبار من الزيت، وممكن كمان نضيف لحد 5 معالق كبار من الزيت. الزيت هيطري لي طبعا العجينة. انا ضفت هنا زيت نباتي، ممكن نضيف زيت زيتون. وكمان هنزل بمعلقة كبيرة من الخل ونقلب. كده انا جهزت المواد السائلة وبقت جاهزة للعجن. هنزل على المواد السائلة بالدقيق اللي حاطين عليه الملح والبيكنج باودر ونقلب. وطبعا كمية المية دي قليلة جدا وضعيفة جدا، فهيكون عندي نص كوباية مية دافية كمان هضيفها بالتدريج. بمعنى هاخد ربع كوباية بس اضيفها للعجين، وربع كوباية التانية على جنب. وهقول لكم بقى امتى نضيفه وازاي كمان، لان في تكنيك كده للعجن علشان انا عايزة اطلع الجلوتين اللي في الدقيق الاسمر. لان احنا عارفين ان الدقيق الاسمر ده دقيق تقيل مطحون كده زي ما هو بكل مكوناته بالقشرة بكل حاجة، فبيبقى تقيل. فالعجن بتاعه التعامل معاه بيبقى صعب شوية، وبيبقى محتاج تكنيك معين في العجين أو في التخمير والتسوية كمان. بعد ما لميت العجينة كده كويس، هبدأ إن أنا أعجنها بقى بالطريقة اللي هقولكوا عليها دلوقتي. هاخد ربع كوباية المية اللي سبتها على جنب وهحطها في بولة واخليها جنبي، واحط بقى العجينة على الكاونتر او على الرخامة، وهبدأ ان انا اعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. ببدأ ان انا امسك بايدي الشمال العجينة واقعد اشد وامط فيها واقبل ايدي كل مثلا 10 ثواني 20 ثانية. اقبل ايدي من المية كويس وابدأ ان انا اعجن كده. انا برطب العجين واحدة واحدة. لو كنت ضفت المية مرة واحدة العجينة مش هتبقى شادة معايا وليها عرق، هتسيح. فاحنا مش عايزينها تسيح، احنا عايزينها تبقى طرية وتكون شادة نفسها كده في نفس الوقت. بمعنى أصح أنا ماشية واحدة واحدة مع العجين وبسايسه كده علشان يطرى معايا واحدة واحدة ويطلع معايا بالقوام اللي أنا عايزاه والمطة كمان اللي أنا عايزاها. بسيب العجين كده يريح على جنب لما بلاقيه كده بيقطع معايا ومش مطاوع، فبسيبه على جنب كده يعني حوالي 5 دقايق مش أكتر من كده. وبرجع أعجن تاني، بريحه بمعنى أصح وارجع أعجن تاني. وعملت العملية دي مرتين بس متطولوش لأن هو بيخمر، ولما بيخمر بيبدأ إن هو يجف. فما تطولوش، يعني 5 دقايق أقصى حاجة. أبل إيدي والت فيها وأهبدها كده على الرخامة بحيث إن تساعدني شوية في العجن. واخدت كمية المية كلها وبختبر طبعا العجينة بلاقيها بتقطع، لسه بتقطع، بتبقى محتاجة عجن تاني. ابل ايدي واعجن ابل ايدي واعجن لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. عجينة ملساء ناعمة بشدها عربت معايا عرق بقى خلاص وما بتتقطعش معايا، وبقى شكلها كده بالجمال ده، بتبقى ملساء كده وكرة ملساء مش بتبقى مقطعة. هبدأ ان انا اخمرها، بس التوست النهاردة مش بيتخمر بالمعنى، يعني بسيبه يريح كده لمدة ربع ساعة. في البولة اللي هخمر فيها دهنة من الزيت، وهحط العجينة وهغطيها بستريتش راب بالشكل ده، وهسيبها تريح زي ما قلت لكم ربع ساعة على ما احضر القالب اللي هسوي فيه.
عندي هنا قالب الانجليش كيك، ممكن لو عندنا قالب التوست طبعا هيبقى افضل بكتير، بس انا اشتغلت بالمتاح والموجود عندي. بدهنه دهنه بسيطه خالص من الزيت، وباخد من دي الاسمر اللي انا اشتغلت بيه، مش دي ابيض بقى، دي الاسمر. ابتديت ان انا ابطن بيه الصينيه او ابطن بيه القالب من كل الجوانب كده، من القاع ومن الجوانب، حلو جدا بالشكل ده. وهاخد العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت نص تخميرة، انا عايزة الخمر بتاعها يبقى في القالب، هاخدها وهبط التخمير. انا عايزاكم تتعاملوا مع العجينة دي بحرص شوية، لان اي لمسة فيها بعد التخمير بيهبط التخمير كله، فاحنا بنتعامل معاها كده بالراحة وبالمسايسة. هبدأ ان انا افرد العجينة بشكل مستطيل، وبيكون عرض المستطيل ده نفس عرض القالب. بفردها بالشكل ده واتأكد ان كل العجينة بنفس السمك عشان يطلع سمك التوست مظبوط. هبدأ ان انا ارول المستطيل ده او الفه، وتضيقوا اللفة، ما تخلوهاش مهوية عشان ما يطلعش فيه فراغات كده في العجين، ويبقى ما تبقاش فيه فراغات في التوست ويبقى التوست من جوه مفرغ. لا، احنا عايزينه يكون مساماته ضيقة وفي نفس الوقت هش. وما تنسوش بعد ما تقفلوا التوست تقرصوا عليه حلو جدا، وتقفلوه كويس قوي قوي، لان بعد الخمر ممكن يفتح معاكم. بظبط العجين على قد مقاس القالب بالشكل ده. ان انا احط العجين في القالب، وبعد كده بدهن دهنه بسيطه خالص من الزيت، علشان انا هغطيه بستريتش راب، او ممكن تغطوه طبعا بكيس عادي، علشان بس ما يلزقش العجين في الكيس اللي انا هغطي بيه. فدهنه الزيت دي مهمه قوي، ما تنسوهاش. بعد حوالي تلت ساعة نص ساعة حسب درجة الحرارة، أنا عشان المطبخ عندي فيه إضاءة كتير فكان المكان دافي، فخمر معايا تلت ساعة كان خمران. هبتدي ان انا ادهن دهنه بسيطه خالص من الزيت، وخليكم حريصين قوي لان انا ضغطت شويه من النص كده زياده شويه فهبط مني سيكه، فادهنوا دهنه بسيطه. رشيت شمر وسمسم، وبصراحه ما ثبتش، يعني كنت المفروض دهنت مثلا صفار بيض او حاجه، بس انا كنت عايزاه يبقى صحي خالص، او لبن، عايزاه يبقى صحي، فممكن الخطوه دي تكنسلوها. بالنسبة للتسوية تكون الشبكة في النص، وبنشغل الفرن على أعلى درجة حرارة. أعلى درجة حرارة عندك بتشغليها، وقبل ما تدخلي القالب بتنزلي درجة الحرارة على 180، وما تفتحيش على الفرن مش قبل تلت ساعة، لأنه بيهبط عامل زي الكيك بالظبط. بياخد قد إيه تسوية؟ بياخد زي الكيكة 45 دقيقة، ما بيحتاجش أبدا نشغله الشواية، هو بيحمر بالكامل لأنه بيقعد فترة في الفرن. بيطلع من الفرن بغطيه بستريتش ريب، وبسيبه يهدى كده 10 دقايق، وبطلعه من القالب علشان ما يعرقش، وبسيبه حوالي 3 4 ساعات. ما تعملوش زي ما تقطعوش بعديها بساعة، لان بيبقى لسه جاف شوية. كل ما بيقعد كل ما هيطرى معاكم، وهيبقى قوام التوست من جوه احلى بكتير، لان البخار بيتوزع احسن. وده شكل التوست بتاعنا بعد التقطيع. قطعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبصوا الهشاشة وبصوا طراوته، جميل قوي، صحي جدا. حبيت اعمل ساندوتش بقى، عملت ساندوتش جبنه وحطيت عليه خيار، مع اكل صحي دايت، مع اني ما بعملش دايت، بس بنجرب، بنحاول نجرب. بصوا بقى الجمال. بصوا طريقه النهارده عايزاكم تسمعوها كده وبتمعن، وتقوموا تجربوا التوست التحفه ده. بالنسبه للطعم بقى عايزه اكلمكم عن الطعم. الطعم لذيذ جدا، حلو قوي. ريحته كمان كانت رهيبه، يعني أول مرة أعمل توست في البيت ويبقى ريحته قوية كده، ده بسبب إن الحبة كاملة مطحونة كده بخيرها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، ومع السلامة.